وانت كنت تدعي علي. تدري أنا لي قعدت 15 يوم أهيم في شوارع جدة أدورك؟ قال لي ليه؟ قال تدري بعد يوم من دعائك علي لما قلت عاجلا غير آجل، تدري بعد يوم حصل لي حادث مع عيالي وماتوا 2 من عيالي، وفقدت السيارة وخسرت خسارة عظيمة بعيالي اللي ماتوا. يا ليتك رفعت الموضوع للشرطة، يا ليتك رفعت الموضوع للقضاء، يا ليتك رفعت الموضوع للحكومة تأخذ حقك مني. الحين أنا طالبك طلبة، أرجوك أحب راسك، أقبل أقدامك، سامحني، أرجوك سامحني. إن بغيت تضربني اضربني بأي وسيلة تبغاها، أرجوك حللني. وإذا كانت هذه عقوبة الدنيا من الله سبحانه وتعالى، أجل كيف عقوبة الآخرة؟ شيء شفته بعيني. يقول لما شفته بهذا الحال قلت الله يسامحك، الله يسامحك. أنا كنت مغبون، كنت مقهور، مشيت ذاك اليوم وأنا أحس بالظلم، لكني كنت أكرر حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب حقي عاجلا غير آجل. ما كنت أدري ولا كنت أتوقع إنه يجي بهالسرعة، تجيك هالعقوبة بهالسرعة. الله يسامحك ويحللك ويبيحك. يا جماعة الخير، القوة الحقيقية هي إنك تملك غضبك. القوة الحقيقية إنك ما تتسلط على الضعيف الذي لا يجد أعوانا عليك إلا الله. هذا أقوى شخص ممكن تظلمه. الشخص اللي يرفع حاجته ويرفع مظلمته إلى الله، هذا انتبه منه. اللي يروح يشتكي للحكومة ويأخذ حقه في الدنيا، هذا أمره سهل. اللي يرفع شكواه إلى الله انتبه منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عن دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انتبه تكون قوي وتظن القوة الحقيقية انك تظلم الناس وتتجاوز عليهم لفظ او قول او فعل. انتبه يا حبيبي.